السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بينا النهارده هنعمل 7 وجبات هتكفينا طول الشهر ان شاء الله، وب 340 جنيه بس. انا جايبه 2 كيلو لحمه مفرومه والكيلو ب 170، يعني مش جايباها بمبلغ قليل ولا حاجه. لحمه بلدي مش مستورده برضو. تقدري تجيبيها من كذا مكان وفي كذا منطقه، في اغلى في ارخص زي ما انتي عايزه. تمام. المهم ان انا عملت كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، ونقدر برضو ندي افكار كده في النص نقدر نعمل بيها ايه. ولو جبتي عليهم كيلو لحمه قطع بقى كمان ب 170 مثلا او ب 200 مثلا، تقدري برضو يبقى كده معانا 9 وجبات او 10 وجبات على حسب عدد الافراد، لان انا بتكلم على عدد افراد اسرتي انا. تمام. طبعا ممكن عدد الافراد هيفرق معاكي انتي، بس انا بديكي افكار. شوفي انت هتعملي ايه. انا معايا هنا اول حاجة هجيب كيلو لحمة من ال2 كيلو، وهعمل كفتة، بس المرة دي هعمل كفتة ببرغل، مش هعمل كفتة شوي عادية. تمام. انا كنت عملت قبل كده معاكم الكفتة البرغل دي في فيديو من الفيديوهات. انا هنا جبت بصلاية متوسطة وحطيت عليها حوالي 150 جرام ليا زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، وضربتهم مع بعض. ضربت البصلة الاول، بعدين حطيت عليها قطع الليا، ضربتها ونعمتها كويس قوي زي ما انتم شايفين، وهحطهم على كيس توابل من توابل الكفتة. عايزة توفري حق كيس التوابل، هتقدري تحطي ملح وفلفل وبهارات لحمة بس. تمام. او 7 بهارات، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى انا كده حطيت هنا كيس البهارات، ومع البصلة واللية بتاعتي او اي دهون، مش لازم ليا برضو. معايا هنا كوباية الا ربع برغل، لازم يكون من يعني مكان مضمون، البرغل يبقى نظيف ومن نوع كويس جدا. هغسله بس يا بنات، مش هنقعه في المية. ليه؟ لان انتوا لو تلاحظوا ان انا حاطه البصلايه هنا من غير ما اصفيها، ففي ميه بتاع البصل، البرغل هيمتصها وهيشرب. حطيت بقى هنا شويه ملح وبهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسود، وهبدا ادعك الخليط ده كويس جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم، الميه اللي في البصل البرغل هيمتصها، وانا مش عايزه اكتر من كده. ومش عايزه اقول لكم طعم الكفته دي بيبقى عامل ازاي، بيبقى حلو جدا. وطبعا بتكتر الكميه، زي ما انتم شايفين الكميه اللي انتم شايفينها دي كلها زادت على الكيلو اللحمه. تمام. بصل وليا وبرغل وكيس البهارات والحاجات دي طبعا. يعني شوفوا بقى الكميه كمان بعد شويه كده لما نسيبها ساعه، نحطها في التلاجة او نحطها بره، الجو ساقع دلوقتي. هتحسوا برضو ان الكميه فرقت شويه. شايفين؟ حاسين ان هي كترت شويه، لان البصل البرغل امتص بقى الميه بتاعت البصل بتاعتي. هبدا احط بقى عليهم كيلو اللحمه اللي انا عايزاها، وهدعكهم كويس جدا. ولو حسيتي ان انت مش عارفه تعجنيهم كويس، يبقى اضربيهم في الكبه زي ما هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. تمام. هبدا اعجن برضو كده واشوف الكميه بتاعتي شكلها ايه. المفروض ان انا هحط على اللحمه بتاعتي دي بيكنج باودر، بس انا مش هحط دلوقتي لان انا مش هسوي دلوقتي. وطبعا لو حطيتي البيكنج باودر على اللحمه وسبتيها في فريزر، هيبقى زي قلته، لان البيكنج باودر بيشتغل مع السخونيه. تمام. فهخزن الكفته دي زي ما هي كده في اكياس زي ما شفتوها في الاول خالص. وساعه لما اجي اطلع الكفته بتاعتي وابدا اصبعها على الاسياخ، هبدا بقى احط البيكنج باودر. يبقى انا كده حطيت كل حاجه، التوابل وكل حاجه بتاعتي. بصوا هنا لقيتها مش راضية تتعجن قوي، فحطيتها في الكبة. شايفين فرق حتى اللي في الكبة عن التانية؟ لونها افتح وبقى فيه خيوط كده في اللحمة، بقت عاملة زي العجينة بالظبط. تمام. هنا عندي كيلو اللحمة ده، قسمته يا بنات على 3 اكياس. حلو. يبقى كده 3 وجبات كفتة شوي هتقدري تعمليها جنب اي وجبة انت عايزاها. جيت هنا بقى في نفس الطبق وفي نفس ذات الكبة وكل حاجة، فرمت بصلاية برضو عليها هنا نص كوباية بقسماط. البقسماط ده كان كذا نوع، فيجيتار على بقسماط على بقسماط متبل، يعني كذا حاجة. وبضاية هنا زي ما انتم شايفين كده. وبرضو هحط اللحمة بتاعتي، بس انا حطيت هنا نص كيلو لحمة. وهبدأ اعمل هنا ايه بقى؟ هعمل هنا البفتيك الكداب، وده برضو بيبقى حلو جدا و يعني موفر. يعني عايزه اقول لكم ان النص كيلو ده طلعوا لي 19 قطعه بفتيك. طيب تعالوا كده لو جينا قارنا
البانيه الفراخ بالبفتيك اللحمة هنا الكداب، نص كيلو البانيه تقريبا بيديني 10 قطع، والبانيه كمان دلوقتي بقى ب110 و120 في أماكن تانية، فده طلع لي 19 قطعة. يعني أنا بالنسبة لي لعيلتي يعني هيقضوني على مرتين بالنسبة لي، أو هو يعتبر أكنه كيلو بانيه. هو أغلى شوية، بس طبعا ده لحمة تمام، وفي نفس الوقت حاجة برضو مختلفة ونتيجة حلوة جدا جدا جدا. بعد ما تبلتهم زي ما انتم شايفين كده برضو بنفس التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة، هبدأ بقى أكور اللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، قد يعني ليمونة كبيرة كده مثلا، وهبدأ بقى ايه أبطط كده. يعني مش حاجة بطريقة عشوائية، كده كده البفتيك بتاعنا بيبقى بطريقة عشوائية. هفرده كده زي ما انتم شايفين، انا لا عايزاه رقيق قوي ولا سميك قوي. خلاص، وبعدين انا مقطعة بقى الاكياس بتاعتي وهحطها، وزي ما انتم شايفين كده هتبقى محطوطة في الفريزر. طبعا البفتيك الكداب ما تقدريش تعمليه الا اذا كان متجمد علشان تقدري تتبليه في البيض والبقسماط. هتقولي لي طيب ما انا كده ما وفرتش، لان انا حطيت بيض وبقسماط وهرجع تاني اقلي في الزيت. هقولك لازم يبقى فيه برضو، احنا مش هنخلي كل حاجة ما نقدرش يعني مش هنقدر نوفر في كل حاجة في نفس الوقت، مش هنقدر نمنع الولاد من الحاجات اللي هم بيحبوها. طيب لو انت عايزة تلغي الصنف ده ومش عايزة تعمليه لانه هياخد بيض وهياخد بقسماط وهياخد زيت هيتقلي في الزيت، فنقدر نستبدل الصنف ده ان انت تعملي مثلا حواوشي. خلاص، فزي ما بقولك كده هيبقى فيه بدايل كتير كتير انت هتقدري تتصرفي فيها. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اقفل الاكياس بتاعتي واحطهم بقى في علبة علشان تتجمد القطع بتاعت البفتيك بتاعتي دي، وهسيبها ساعة ما حد يجي يعوز يطلع منها يعملها تمام. هي موجودة، وزي ما بقولك كده أي حاجة موجودة في البيت متفرزة طبعا بتدي نتيجة وبتدي سهولة في الوقت وتوفير للوقت، فدي بالنسبة لي حاجة كويسة جدا تمام. بس زي ما انتم شايفين كده غطيتهم بقى كلهم ولفتهم بالورق الأكياس دي، وهبدأ أحطهم بقى في الفريزر وأطلعهم وقت الحاجة. طبعا هما ما بيلزقوش في بعض علشان الأكياس اللي مغطياهم، فبقدر أطلعهم زي ما أنا عايزة. تعالوا بقى هنا للنص كيلو اللحمة الباقي هعمله عصاج. والعصاج هنا انا مش عاملاه علشان الحشو يا بنات، العصاج هنا انا عاملاه عشان اطبخ بيه وجبات، يعني اكنه لحمة قطع، بس انا هعملها لحمة مفرومة. بعمل ايه بقى؟ بعمل بامية، بعمل كوسة، تقدري تعملي طبعا المسقعة وتقدري تحشي. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هنا شوحت اللحمة كده زي ما انتم شايفينها الاول، وبعدين هبدأ انزل عليها هنا بقى بصلتين كبار كده حلوين. كتري بقى في البصل بتاع العصاج ده عشان يديكي كمية. بس انا هنا لا هحط جزر ولا هحط فلفل، لان انا زي ما بقولك كده انا هطبخ باللحمة دي، مش هعملها للحشو. طبعا انتي تقدري تعمليها للحشو برضو مفيش اي مشكلة. هحط بقى ملح وفلفل، وبرضو عندي هنا بابريكا، هحط بابريكا. واللحمة المفرومة بحط عليها شوية قرفة بتدي طعم حلو جدا، جربوها يعني بتبقى طعمها حلو قوي. حط ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة برضو، او 7 بهارات، وشوية قرفة صغيرين كده على طرف المعلقة. خلاص، وزي ما قلت لكم كده هعصجها بقى وخلاص، واقوم حطها برضو في علب زي ما انتوا هتشوفوا كده، وهطبخ بيها مش هحشي بيها، او احشي بيها برضو زي ما انتوا عايزين. بس انا بقول لكم ان انا كده عندي 7 وجبات. يعني انا لو قدرت حتى اعمل مكرونه بشاميل او جلاش في مره من المرات، برضو دي كده وجبه فيها لحمه، فما اعملش جنبها حاجه بقى تاني. يعني انتوا فاهمين؟ كنا قبل كده ممكن نعمل اللحمه المكرونه بالبشاميل ونعمل جنبها صنف لحمه تاني او فراخ. لا، نقدر نستكفي بقى بالصينيه اللي فيها لحمه مفرومه، وما نعملش جنبها اي صنف تاني من اللحوم. يبقى انا كده عملت 7 وجبات. انا قسمت الكفته على 3 اكياس زي ما انتم شايفين، اللحمه بتاعتي على علبتين، ودول 19 قطعه بفتيك كداب. هتقدري تستخدميهم اهم بعد ما تتلجوا، ولما اجي اعملهم برضو مع بعض هنعملهم ونشوف نقدر نعملهم ازاي. هنقدر بعد كده هعمل لكم برضو في انواع كتير من الكفتة بتتعمل بالبطاطس بدل البرغل، وفي ناس بتعمل عليها العيش الفينو بتبله في اللبن وتعمله. يعني في كذا طريقة تقدري ان انتي تعملي بيها الكفتة، مش الطريقة دي بس. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا ولو بمعلومة واحدة. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.